كانت سنة مليئة بص بقى يا عم، انا عايز اقول لك 2022 دي كانت من اكتر السنين اللي حصل فيها حاجات كتير في حياتي. يعني فاهم انت ازاي؟ اول حاجه انا سبت البلد اللي اتولدت فيها واتربيت فيها ورحت بلد تانية. سبت اصحابي اللي هم عشره عمري طبعا. يعني فاهم انا اللي عن نفسي. بص عايز اقول لك موضوع حلقه النهارده بيتكلم ايه عن الرضا، انك ترضى. تاني حاجه كانت سنه مليئه بقى بالمش عارف ايه. فاهم انا اقول لك عن تجربتي في السنه اللي فاتت، اقول لك عن ايه الحاجات اللي انا استفدتها في السنه اللي فاتت. تمام، وهنحط اهداف بقى لسنه 23. لازم الواحد يبقى عايش بلا هدف، بهدف يعني فاهم. بلاش تبقى بلا هدف. حتى لو كنت فاشل دراسيا او فاشل في اي حاجه، بس لازم يبقى عندك هدف. اه طب اصبروا عليا يا اولاد، مش عارف ايه لما اوصل. فاهم هو كده لازم تبقى كده. انت هتحس بقيمه للحياه، او هتحس في حاجه انت بتسعى عشانها. فاهم هتحس في هدف انا عايزه اعمله. انا بكره هبقى كذا. فاهم هو ده اللي انا عايز اوصله لك. اول حاجه سنه 22، السنه اللي احنا فيها دي، اللي في شهر 12 او اللي بتخلص دي. كل سنه وانتم طيبين يعني. السنه دي انا سبت البلد اللي اتربيت فيها. بص رغم انها كانت البلد، انا لما كنت عايش في البلد بتاعتي نفسي يجي اليوم اللي اسيبها وامشي واروح بلد تاني احسن، مش عارف ايه. اي نعم ان انا عشت لما جيت بلد تاني احلى، بقيت عايش احسن في مكان احلى في بيت اكبر. فاهم الفكره؟ العيشه ارتاحت بس مش يعني انا تمنيت لو كنت ارجع تاني في البلد اللي انا مشيت منها. رغم عيوبها زهقان برجع. انا هنا بقى لي سنه ما اعرفش حته بره في البلد دي اصلا. فاهم انا قاعد هنا في البيت 24 ساعه، قاعد في البيت يا بذاكر يا اما بصور فيديوهات. فهمت الفكره؟ بس يعني انا لما بحب كده افك عن نفسي برجع البلد اللي انا كان نفسي اطلع منها. صحابك صحابك دول من اللي انت شايفه ده ندل، وده بيكلم مش عارف ايه، وده بص يعني هما فيهم العبره هم. وانا كنت هناك بقى كنت بص يعني ايه اللي هو شويه ماشي معاهم وشويه زهقانين وشويه بنتضرب. دلوقتي انت تتمنى تلاقي صاحب بعيوبه، مش هتلاقي. انت تتمنى اللي هو ده عشره عمرك. انا عندي صاحب كده اللي هو هو فاهم اللي بيدور في دماغي من قبل ما اقول له. ده طبعا بقى انا اصلا نفسي بكسل اعمل صحاب، لان بقى هتقعد كام سنه على ما يفهم هو دماغك او اللي بيدور في دماغك زي التاني ما فاهم. فاحنا يا دوبك كده لما بنتقابل ونعرف بعض هو بيفهم على طول. فانت بص انا عايزك ترضى بالمكان اللي انت فيه، باصحابك بعيوبهم يقبلوا على وضعه. فهمت ازاي؟ هو ممكن يكون وحش في كذا بس هتلاقي حلو في كده في حاجه تانيه. بس وانت لو رضيت يعني بص ربنا بيقول لك بص انت في الاخر مالكش غير انك انت ترضى باللي ربنا قسمه لك. يعني هو انت لو رضيت بشيء يعني واحمد ربنا ان انت معك كده فربنا هيزيدك. فانا عايز اقول لك ارضى. ويعني انا مثلا اقول لك حاجه. والله يعني انا كان نفسي ما بين ان انت ترضى بالوضع اللي انت عليه وما تتحركش من مكانك. مش هقول لك يعني ارضى احمد ربنا على قد موجود واطلب من ربنا في شيء تاني. يعني اطلبه ان يزيدك، اطلبه في حاجه تانية. يعني انا اقول لك مثلا انا عندي مثلا 1000 مشترك، لو زدت مشترك واحد بيقول لي الحمد لله. طب ماشي، هل انا ما عنديش هدف مثلا ان انا يبقى عندي مليون مشترك؟ بطلب من ربنا مش طمعان. ما ببصش ان فلان الفلاني دون او دون عندهم مليون، ده عنده 2 مليون. انا ما ببصش على ده. لا انا بدعي من ربنا انا يبقى عندي. فاهم الفكره؟ احمد ربنا على اللي انت فيه واطلب من ربنا. مش لازم يبقى انت مثلا مش لازم تجيب طقم جديد علشان تروح بيه الدرس، او مش لازم تجيب كسوة شتاء عشان تروح بيها الدرس، او كسوة صيف. مش مهم ما تحطش لا ارضى. الحمد لله يعني. فاهم يعني اقول لك حاجه. شايف التيشيرت ده؟ لا اهو. شايف التيشيرت ده؟ ده انا بطلع بيه من 2019 على القناه عادي. يعني فاهم اللي هو ما اصل انا لو حطيت في دماغي ان انا لازم اطلع بكل فيديو بطقم جديد وانا مش هصور، انا مش هعمل الحاجه اللي انا بحبها، هخنق نفسي هتبقى عايش خانق نفسك. طب انت لو رضيت فاهم هتلاقي الدنيا بتمشي وتلاقي نفسك شغال وربنا بيزيدك ادام انت راضي باللي ربنا كتبه لك يعني. والرضا عباده. طيب كده موضوع الرضا. نخش بقى في موضوع الامنيات. امنيات لسنه 23. مش تعمل لايك سبسكرايب. الناس اللي بتعلق دي انا بحبها. يعني انا اقول لك اكثر مثال، يعني حاجه ضحكتني برضو اللي هو كنت عامل الفيديو الاخراني كان عن الجاسوم، اللي هو كان تجربتي مع الجاسوم. تمام. فانا اللي هو منزل الفيديو بقى وبحكي وبرتجل بقى قدام الكاميرا وبجيب اللي عنده كله. فيعني بعد وما رحتش دروس اصلا يوميها عشان اعرف بقى اقعد اكتب سكريبت. وفي الاخر هو الفيديو طبعا انت عارفين انه طبعا طريقتي في الكلام مش محتاجه سكريبت يعني. محدش فاهم مني اي حاجه بس قشطه. فالمهم لقيت واحد بقى كاتب لي اللي هو فاهم انا ما رحتش دروس اصلا عشان اعرف اعمل فيديو جاسوم دون. ولا واحد كاتب لي في الكومنتات بقى اللي هو انا هسيب لكم التعليق يعني. فاهم يعني ده مش فاهم يعني بالظبط. يعني انا ما رحتش دروس ومضحي وبتاع وانت في الاخر ماشي بس قشطه عليك احلى مسا عليك. اعمل كومنت اشتم اشتم اشتم. فاهم؟ حد صحابك كلهم يشتموني واقعد اشتم براحتك واعمل اللي نفسك فيه.
تنساش بقى تعمل سبسكرايب، لايك، شير، اقعد اضحك عليها انت واصحابك، اي حاجه. بص يا اسطى انا مش فارقه معايا، تعمل اللي نفسك فيه. انا مش الحاجه الوحيده تعالى بس كده. الحاجه الوحيده اللي خايف منها ان انا بعد ما بعمل الفيديوهات دي كلها انها تتاخد زي اللي هو ايه، عارف انت الناس لما قعدت تحفل على اللي هو بتاع اسمه ايه، اما اللي عمل اغنيه 2000 مشترك ومش عارف ايه اللي هو ايه، اللي هو خبى الناس تقعد تحفل عليه بقى، تاخدني في سرو اللي هو ايه، شكرا 2000 مشترك بقى والحاجات دي، فاهم؟ هي دي حاجه انا مش حاببها خالص، فاهم؟ اللي عايز الفكره ان هو ايه، هذا رجل. انا يمكن بقول انا عندي 100 مشترك 200 مش عارف كام، لفكره ان انا ايه يوم هوصل، وده حاجه انا متاكد منها لان ربنا ما بيضيعش تعب حد. فكره ان ايه، الراجل ده لا كان قحطان فعلا. هو فاهم جابها من تحت ووصل. هي we started from the هبقى اكتبها. عايز حاجه؟ سلام.